السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اهلا بكم في فيديو جديد واهلا بكم في قناتي مطبخ ايمان انديل. النهارده الفيديو جامد، الفيديو الجميل جدا. هنشوي لحمه، هنعملها بطريقه ان شاء الله تكون سهله وبسيطه عليكم. كملوا الفيديو للاخر وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، ولو اول مره تدخلوا القناه ما تنسونيش اعملوا لي سبسكرايب، ويا ريت كومنتاتكم الجميله دايما اللي بتبسطني. هنبتدي بقى الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. هحتاج عندي 750 جرام تقريبا لحمه. انت تقدري تزودي كميه زي ما انت عايزه، انا عامله على حسب عدد الاسره. كمان بقول للجزار ان انا محتاجه لحمه عشان اشويها، هو بيديني القطعيه اللي تستوي بسرعه. هحتاج هنا للتتبيله 3 حبات طماطم، كمان احط حبايتين بصل متوسطين، عندي هنا فص ثوم، وهاخد كل ده احطه في الكبة علشان خاطر افرمه ناعم جدا. زي ما انتم شايفين كده انا فرمتها ناعم قوي. بعد ما فرمتها كمان حطيت واحدة فلفل اخضر عشان تديني طعم احلى كمان، وفرمتها فرمة كمان. بعد كده هحضر مصفى وهبتدي اصفي الخليط اللي انا عملته والتتبيله اللي انا عملتها الجميله دي. انا هاخد هنا نص الكميه عشان اصفيها، وهخلي النص التاني. اخدت هنا تقريبا نص الكميه ومعلقه كمان عليها، وابتديت اصفيهم كويس قوي عشان انا عايزه العصير بتاعهم احطه كتتبيله. انا هنا ليه ما خدتش كميه كلها؟ انا عندي الطفل بتاع البصل والطماطم لو اتحط على اللحمه بيجي في السوا بيبتدي يدي لون من بره، وبتبقى اللحمه لسه ما استوتش من جوه. اكتفيت بالكمية دي. كمان انت مش هتستغني عنها، انت هتبتدي تشيلي التتبيلة دي عشان خاطر لو في اقرب حاجة هتشويها، هتشوي فراخ مثلا، انا هحطها على الفراخ اللي انا هشويها. هبتدي هنا كمان احط المعلقتين اللي كانوا متبقين في الكبة، وهبتدي بقى اشوف البهارات اللي انا هحطها. انا هحط هنا بهارات بسيطة جدا، مش هستخدم بهارات كتير، وانتي على حسب ما تحبي تقدري تزودي اللي انتي حباه. عندي هنا ملح، طبعا الملح حسب الرغبة. عندي هنا فلفل اسمر، عندي بابريكا، عندي كمان زعتر، رشة جوز الطيب بسيطة قوي، رشة بهارات لحمة. وانا اكتفيت بكده، هقلبهم كويس قوي. بعد ما هقلبهم بقى انا محتاجة هنا عندي مثلا معلقة ليمون، معلقة صغيرة ليمون، كمان هحط معلقتين صغيرة، معلقتين خل. كمان هنا هحط معلقة زيت كبيرة، وابتدي بقى اقلب الخلطة الرهيبة دي. الخلطة دي بسيطة جدا لأي حد مستعجل عايز يشوي لحمة بسرعة. اللحمة ليها تتبيلات كتير كلها ممتازة جدا. ان شاء الله الفترة اللي جاية نقدم فيديوهات فيها تتبيلات للحمة. آه، فهنا كده خلصت انا التتبيله بتاعتي، وهبتدي اجيب اللحمه انا مصفياها. او انتي عايزه تجففيها بمناديل مفيش مشكله، وهبتدي انزل التتبيله بتاعتي واحده واحده. هقلب وابتدي بقى انزل حبه حبه. طبعا التتبيله دي انا عايزاها تقعد تقريبا 3 4 ساعات، يعني ممكن انتي تسيبيها قبليها بيوم كمان، لكن انا هنا قعدتها تقريبا 3 4 ساعات وكانت رهيبه جدا، كان طعمها حلو قوي. كل ما تسيبيها هتشرب من التتبيله بتاعتها وهتبقى طعمها احلى. هنا ركنتها على جنب، وابتديت بقى بعديها بشويه كده حضرت الاعواد الخشبيه، حطيتها في ميه تقريبا 10 دقايق. هنا بقى حطيت اللحمه حطيتها في الاعواد الخشبيه، ورصيتها خلاص عشان خاطر احضر الجريل بتاعي واديها الصدمه على الجريل. هنا خلاص حضرت اللحمه، هبتدي بقى احط الجريل على النار، واول ما يسخن هنزل باللحمه. اول ما تاخد لون هقلبها الناحيه التانية علشان كلها يبقى لون واحد. طبعا ما شاء الله هي بتتشوي على الجريل كان ريحتها جميله جدا.
بعد ما اديتها الصدمة واديتها اللون اللي انا عايزاه، هبتدي احضر صينية، احط فيها معلقتين من التتبيله اللي حطيتها على اللحمه. كمان احط عليها شبكه من السلك علشان احط عليها اللحمه. انا هنا هدخلها الفرن تكمل سوا، يعني طبعا ما استوتش لسه السوا اللي انا عايزاه. هبتدي ادخلها الفرن من نص ساعه تقريبا لساعه الا ربع، بالكتير قوي ساعه الا ربع تبقى استوت حلوه قوي. انا هخلي النار متوسطه، لا عاليه قوي ولا واطيه قوي. هنا كمان طبعا لو حسيت ان هي عايز تدهن من التتبيله ادهنيها، ما تقلقيش مفيش مشكله، بس انا حسيتها هنا مش محتاجه حاجه. بعد ما دخلتها الفرن هنا بقى كان لونها طبعا لونها خطير زي ما انتم شايفينه، جميله جدا. وهنا خلاص كملت سواها، وهنا خلصت اللحمه المشويه اللي احنا عملناها النهارده بطريقه بسيطه جدا. هحضر سرفيز عشان خاطر اقدم فيه اللحمه واحط عليها البقدونس والتكات والحركات. كمان بقى لو عندك رغيف عيش تقدري بقى تدوقي اللحمه المشويه في العيش، طعمها خطير. جربيها كده وقولي لي رايك ايه. لغايه هنا الفيديو خلص، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديده، ودمتم في امان الله.